ازيكم؟ تعالى النهارده اقول لك تعمل ايه لو جالك انترفيو في وظيفه في الان اتش اس. اولا لو انت جايلك انترفيو احب اقول لك مبروك. ثانيا لو انت ما جالكش انترفيو لسه فانا عايزك تعرف ان الموضوع احيانا بياخد شويه وقت، فما تقلقش، عاجلا ام اجلا هيجيلك انترفيو، فصبر جميل. بعد ما بتعمل الجوب ابلكيشن ويجيلك ايميل انك شورت ليستد، الانترفيو بتكون اخر واهم خطوه عشان تحدد اذا كنت هتتقبل في الوظيفه دي ولا لا. فهي بتبقى تجربه موتره، خاصه انك بتتكلم مع ناس ما تعرفهمش وعايز تسيب عندهم امبريشن كويس عشان ياخدوك في الوظيفه يعني. فتعالوا احكي لكم ايه اللي بيحصل في الانترفيو وايه اللي ممكن تعمله عشان تسيب انطباع كويس عند الانترفيورز. اولا مده الانترفيو بتكون من 10 دقائق لربع ساعه ماكسيمم. ثانيا الانترفيو بتتقسم لجزئين في معظم الاحيان، جزء اسمه براكتيكال انترفيو وجزء اسمه فورمال انترفيو. في البراكتيكال انترفيو بيحطك في موقف ويقول لك ازاي ممكن تتصرف في الموقف ده، وهنا هو بيختبر خبراتك الحياتيه وازاي بتعرف تتعامل مع المواقف بشكل عام وقدرتك على التواصل مع الاخرين. اما الفورمال انترفيو فبتكون اسئله انترفيوهات عاديه عن نفسك وعن خبراتك وعن السي في بتاعك، والانترفيوز كلها بتكون اونلاين وغالبا بيكون معاك 2 انترفيورز بيكوندكت الانترفيو بتاعتك. اول واهم نصيحه ممكن اقولها لك هي ابتسم. ابتسامتك هتشيل جزء كبير جدا من التوتر بتاعك، ده غير انها هتسيب انطباع كويس جدا عند الانترفيور انك شخص بتعرف تتواصل وواثق من نفسك. اول سؤال هتتسأله في الانترفيو غالبا هيكون سؤال مفتوح زي talk to me about yourself، او حاجة تانية زي walk me through your CV. نوعية السؤال ده بتستدعي انك تكون عارف انت عايز تتكلم في ايه، ما احنا مش هنحكي قصة حياتنا. كونه سؤال مفتوح فهو مش بيسألك على حاجة معينة، هو عايز يسمعك بتتكلم ويشوف قدرتك على تلخيص خبراتك وهل انت مؤهل للوظيفة دي ولا لا. فلازم تكون محضر النقط اللي هتتكلم فيها عشان الموضوع ما يبهوأش منك، وخلي اجابتك في حدود دقيقه ونص او دقيقتين بالكتير عشان احنا بننام بدري. ابدا دايما بانك تعرف نفسك حتى لو هم اوريدي عارفين اسمك، اتخرجت امتى، تقديرك كان ايه، لو حلو قوله، لو مش حلو ما تقولوش، ارد مع الموضوع. بتعمل ايه في حياتك دلوقتي، ايه الوظائف اللي انت اشتغلت فيها من ساعه ما اتخرجت، ايه الخبرات اللي انت اكتسبتها من الوظائف اللي انت اشتغلت فيها. ابدا بالخبرات المهمه الاول حتى لو مش هتقولهم بالترتيب الزمني اللي حصلوا فيه. قسم اجابتك لنقاط محدده عشان اللي بيسمعك ما يتوهش منك، واستخدم اكسبريشنز عشان تبين دايما وانت بتنقل من نقطه لنقطه، زي مثلا first I did this and this and that، second انا عملت كذا وكذا وكذا. خدتوا بالكم؟ moreover، in addition، then. كل الاكسبريشنز دي بتبين انك اوريدي خلصت النقطه اللي بتتكلم فيها وهتنقل على نقطه تانية. ايه بقى النقط اللي ممكن اتكلم فيها اصلا بالاضافه للي احنا لسه قايلينه؟ في اكسبريشن لطيف جدا بيلخص الخبره الطبيه في العموم اسمه camp structure. C for clinical experience. اشتغلت في تخصص ايه قبل كده؟ ايه الخبرات اللي اتعلمتها من التخصص ده؟ ايه السكيلز اللي اكتسبتها وانت بتشتغل في التخصص ده؟ A for academic experience. ممكن تتكلم هنا عن اي اوراق بحثيه او ريسيرش بيبرز انت شاركت فيها، اي شهادات انت ممكن تكون حصلت عليها بعد التخرج زي ماجستير، ماستر، زماله، دكتوراه، اي حاجه، اي كورسات انت اخدتها في الكلينيكال براكتس زي ALS مثلا، اي ورك شوبس انت حضرتها، اي مؤتمرات انت شاركت فيها، كل ده ممكن تقوله في الاكاديميك اكسبيرينس. M stands for management. اي ادوار اداريه انت ممكن تكون اخدتها قبل كده خلال شغلك كدكتور، زي وظيفه النائب الاداري عندنا في المستشفى، او لو شاركت في اي دورات جوده جوه المستشفى وزي ما بنقول عليها الاوديتس. اي وظيفه اداريه ان شاء الله تكون مسكت جدول الاسم في فتره من الفترات ممكن تتكلم عنها. واخيرا البي فور بيرسونال اكسبيرينس. ايه نقاط القوه بتاعتك، ايه الصفات اللي بتميزك عن غيرك، وده ببساطه اللي بنسميه الكامب ستراكشر. تاني سؤال ممكن تتسأله why do you wanna work in our trust، أو why do you wanna work in this specialty، ليه عايز تشتغل في التراست بتاعتنا. فلازم انت تكون بقى يا حدق فتحت موقع التراست بتاعهم قبل الانترفيو وشفت هم مميزين في ايه، ايه اخر انجازاتهم، وايه الحاجات اللي شدتك انك تقدم على وظيفه عندهم. طبعا احنا على الله حكايتنا اصلا وماشيين نقدم على اي وظيفه نقابلها، فصباح الفل يعني احنا عايزين اي تراست بتقول الو، بس احنا مش هنبين لهم الكلام ده، خليك صايع. والله انا بقدم عندكم في التراست بتاعتكم انتوا بالتحديد عشان الاسباب الفلانيه، وتبدا تتكلم معاهم عن الاسباب اللي انت اوريدي قراتها من على موقع التراست ومحضرها من قبل الانترفيو. وخلي بالك كل ما كان عندك اسباب اكتر كل ما خدت بوينتس اكتر في الاجابه على السؤال ده. وممكن جدا تقول لهم اسباب شخصيه، والله انا ليا اصحاب في لندن وعايز اروح اعيش معاهم، عادي جدا، بس خلي الاسباب الشخصيه في الاخر خالص بعد ما تقول كل الاسباب التانية. نصيحه كمان معلش نسيت اقولها، حاول دايما تتجنب المقدمات الطويله، الناس دي وقتهم بفلوس، فحط دايما في دماغك كلمه get to the point. وعلى نفس نمط ليه عايز تشتغل في التراست بتاعتنا، ليه عايز تشتغل في التخصص ده. وهنا ممكن تستخدم الكامب ستراكشر اللي احنا قلنا عليه من شويه، زي مثلا انا كنت بحضر لانترفيو جراحه، فممكن اقول في السؤال ده والله clinically I draw satisfaction from working with my own hands and making immediate impact to my patients on table. واكاديميكالي والله there is always new guidelines و good opportunity for research. وهكذا بقيه الكامب ستراكشر. مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتير قوي يعني عشان ما تزهقوش، انا بس بحاول افتح لكم مواضيع تعرفوا تجاوبوا بيها على الاسئله. وهقول لكم في الاخر على مصدر رائع
جدا تعرفوا تحضروا منه للانترفيو. اما بالنسبه للبراكتيكال انترفيو فغالبا هيحطوك في موقف ويقولوا لك هتتعامل ازاي. تعمل ايه لو قابلتك مشكله مع زميل ليك في الشغل؟ تعمل ايه لو حسيت ان دكتور زميلك جاي المستشفى شارب؟ تتصرف ازاي لو عملت غلطه في الشغل؟ ازاي تتعامل مع حاله جايه لك بتشتكي من الاعراض الفلانيه؟ كل الاسئله دي لازم تكون محضرها، عشان الاجابات بتاعتها مش هيجيلك الالهام بتاعها وانت قاعد، وما ينفعش تجاوب من وحي خيالك عشان ما تعكش الدنيا. يعني مثلا سؤال تتصرف ازاي لو عملت غلطه في الشغل، ما ينفعش تروح تحكي لهم على غلطه عملت مصيبه والعيان مات، وبرضه ما ينفعش تبين لهم انك بيرفكت وما بتغلطش. فلازم تدور على غلطه ممكن تكون سببت مشكله بس مش مشكله كبيره وانت اتعلمت منها وعرفت تستدرجها. سؤال مثلا ازاي تتعامل مع الحاله الفلانيه، لازم تكون محضر الحالات الكريتيكال بتاعه التخصص ده وتعمل لهم مانجمنت ABCD. شويه نصايح اخيره كده، انا خلصت خلاص. خلي دايما صوتك واضح وعالي، وخليك دايما متحمس وانت بتتكلم، بلاش تبان هادي او مونوتونس عشان ما يناموش منك. وانت بتتكلم معاهم بص للكاميرا، ما تبصش لشاشه اللابتوب عشان يبان انك باصص في عينيهم، زي ما انا باصص لعينيك دلوقتي كده يا حلو يا قمر. انت اقعد بعيد عن الكاميرا شويه عشان تقدر تبين تعبيرات ايدك وانت بتتكلم، وبالتالي الكوميونيكيشن بتاعك هيكون احسن كتير. دايما ادي امثله على كلامك او خبراتك وانت بتحكي، وده هيدي انطباع ان الخبرات دي حقيقيه مش مجرد كلام مرسل. خليك ايجابي واوعى تتكلم عن نفسك بشكل سلبي ابدا. حتى لو سالوك في حاجه انت مش عارفها ما تقولش والله انا مش عارف الحاجه دي. يعني مثلا انت عمرك ما شاركت في اوراق بحثيه وسالوك ايه خبرتك في الريسيرش، ممكن تقول لهم بكل بساطه I'm very interested in research, I've learned a lot about research principles and I'm looking forward to participate in any research project that will benefit the medical community. والله انا ما عملتش ريسيرش قبل كده بس انا بدور ونفسي وعايز وانا بتاع شغل والله يجربوني كده يعني. اخيرا كل الكلام اللي انا قلت لك عليه ده بالتفصيل موجود في كتاب اسمه ISC Medical Interviews. انصح اي حد بيقدم على وظايف ال NHS دلوقتي انه يقرا الكتاب ده عشان يحقق اكبر استفاده من الكلام اللي قلناه. اتمنى الفيديو يكون مفيد، ما تنسوش اللايك بقى، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي.